موسى بن جعفر وقف في باب بشر. لما وقف خرجت جارية، هذه الجارية لما رأت الإمام سلام الله عليه واقف سألها الإمام، قال لمن هذه الدار؟ ومع العلم الأصوات والأبواق والأغاني والمزامير تغرد خارج، يعني بعد 20-50 متر تسمع الأغاني. قال لمن هذه الدار؟ قال الدار سيدي ومولاي بشر. قال سيدك حر أم عبد؟ قالت حر. قال صدقتي، والله لو كان عبدا لله لاستحى من الله. قل لي عبارة وخرجت من إمام ما يخرج من القلب إلى القلب. مرات واحد هو فعلها قربة إلى الله. هسه أنا هاي المحاضرة اجيت أقرأ قربة إلى الله، لو الهل وجوه حتى يشوفني فلان ويقول لي عافية وجزاك الله خير. كون نويه لله تعالى، ما كان لله ينمو. احنا اذا اشتغلنا بهاي القاعدة لا يرضى فلان وفلان ما لك شغل به. خلي رضا الله فوق كل شيء. اذا خليت رضا الله فوق كل شيء انا راح اثر بك واثر بغيرك، والعدة خطأ راح يصحح خطأه. يعني ما كان لله ينمو. يعني انا اشتغلت لله تعالى من هذا الباب. كون الناس تشتغل، انا وياك مطالبين ان نشتغل لله. فالمهم خرجت كلمات من موسى بن جعفر سلام الله عليه شرحت قلوب هذه الجارية او قلب الجارية. دخلت وتفكر بكلمات موسى بن جعفر. لما رآها بشر لما فرغت الكؤوس قال ايتها الجارية اقبلي واملئي كؤوسي. هاي ما تسمع بعد بشر، بعد تتغنى كلمات موسى بن جعفر تدور في مسامعها. هيمنت عليها كل هيمنة كاملة. قال ما بقى لك يا جاري، من الذي أصاب بك القلق؟ قالت رأيت رجل عليه سيماء الأنبياء والأولياء شديد السمرة. شيابنا اسمعها من زين، شديد السمرة. احنا شديد السمرة هسه نسميه العبد ابن الوصيفة. امامك الكاظم تقدر تقول علي ابن الوصيفة؟ لو يشرفنا ويشرفك. شديد السمرة. سأل عنك بشر، سمع المواصفات. قال من هو وماذا قال؟ قال سيدك حر أم عبد؟ فقلت له حر. قال صدقت والله لو كان عبدا لاستحى من الله. قال والله هذه كلمات لا يقولها إلا موسى بن جعفر. خرج هذا الرجل يقولون حافي القدمين بلا شعور، أخذ يتجول في أزقة بغداد، الشوارع الدرابين هالمناطق، في ليلة إلى الضحى ثاني يوم التقى بالإمام سلام الله عليه في زقاق من أزقة بغداد. يقول وقع على أقدام الإمام سلام الله عليه يقبلها وقال سيدي يا ابن رسول الله هل لي من توبة؟ قال نعم إن تبت تاب الله عليك. باب التوبة مفتوح. فقلت لك بشر شلون انصلح؟ هل 1% اشتغل عنده؟ رجع الإمام سلام الله عليه.